السلام عليكم. الفيديو بتاع النهارده هعمل الوان رخيصه جدا لشغل البوليستر، علشان في ناس كتيره بتستخدم المركزات دي. المركزات دي يا جماعه اكبر مشكله في شغل البوليستر. ليه؟ شغل البوليستر زيت، البوليستر ده زيت، دي الوان ميه، مش هينفع الزيت يتخلط بالميه نهائي. في ناس هتقول لي شغاله بيها ومش شغاله بيها، غلط. الشغل بالالوان دي غلط جدا. طب عايزين الوان رخيصه وزيها، في الاكسيدات. ده اكسيدات تتجاب من اي واحد حدايد وبوهيات، قول له عايز اكسيدات بودره. الاكسيدات دي يا جماعه بتتخلط بيها اي حاجه، جبس، اسمنت، بوليستر. هتقول لي ليه ينفع؟ عشان ده بودره، دي الوان بودره. طب الوان البودره دي حلوه، الوان حلوه جدا، هتديك ميزه حلوه، هتديك لون حلو جدا. هوريك دلوقتي تعملها ازاي. الوان البوليستر دي يا جماعه في الوان بيدمنت اصليه، بس في ناس كتير طبعا بتعمل شغل على كده، ما ينفعش يشتري الوان بيدمنت. الوان البيدمنت غاليه جدا، تمام؟ فانت هتفضي شويه بوليستر عادي. انا هوريك بس، انا هشرح لكن انا مش هعمل كميه، انا هوريك على قد الشرح اللي انا هعمله بس، تمام؟ فانت هي انت هتخلط الخلطه بتاعتك عادي. فانت هتحط الالوان دول يا جماعه، عشان الناس هتقول دول غاليين ودول مش غاليين وبتاع. دول ب 10 جنيه، دي ب 10 جنيه، دي ب 6 جنيه. دول في حدود اكتر من ربع كيلو، الكيلو بتاعه ما يتعداش ال 30 جنيه. الالوان الاكسيدات دي ما تتعداش الكيلو 30 جنيه، يعني ارخص من دي كمان، ارخص من الوان المركزات المائيه. تروح عند اي واحد حدايد وبوهيات، تقول له عايز الوان اكسيدات بودره. الالوان اللي انت عايزها هتلاقيها عنده، ازرق، عايز احمر هتلاقي، عايز ابيض هتلاقي، اللي انت عايزه هتلاقيه هناك في الالوان كلها. وكمان يا جماعه اهي، يعني انت حاجات بسيطه يخلي لك، بص شغل البوليستر تحسه بيجي بوليستر شفاف اهي. يعني انا حطيت حاجه بسيطه جدا، هوريها لك وهوريك، يعني اوريك الجمال اللي فيها، واوريك ايه الفرد بتاعها والجمال. بص يعني، بص اللون جميل جدا وحلو جدا يعني، ورخيص، ارخص من الالوان البيدمنت علشان في ناس كتيره مستغلياها. دي الوان حلوه جدا وجميله يعني. بص اهي، وعايز تجيب كيلو، عايز تجيب نص كيلو، براحتك. دول ب 10 جنيه، بس انت لو جبت كيلو احسن من تجيب ايه نصاص او رباع. بس هتجيب طبعا الوان كلها، فانت هتجيب ايه ب 100 جنيه، يعني هتجيب لك في حدود 10 الوان. 10 جنيه تجيب لون، دي ب 10 جنيه. انا بعمل كده عشان الالوان غاليه بتاعت البيدمنت، وما بجيبش دي خالص. اكبر مصيبه لالوان البوليستر، ليه؟ دي الوان مائيه، ما ينفعش تخلط بالالوان الزيتيه، تمام؟ دي الوان مائيه وده زيت، ما ينفعش تخلط الزيت مع الميه نهائي ابدا، مستحيل. في ناس هتقول لي شغال بيها، ايوه هتشتغل بيها وكل حاجه، بس هتدي لون تاني. لكن ده جميل جدا واللون بتاعه حلو جدا يعني. بص انا عملت حاجات ايه مش اللي هي، وحطيت لون خفيف جدا. يعني دول ممكن احطهم على 10 كيلو بوليستر. عايز اللون يبقى غامق جدا تحطهم على 5 كيلو عادي ب 10 جنيه. يعني انت لو هتجيب دي وهتفضيها على كيلو البوليستر مش هتظهر، وكمان هتعطل. يعني انت لو الحته بتاعتك هتنشف في نص ساعه، دي هتخليها تنشف في ساعه. ترموصلب والكلام ده مجرب، وبدل المره 200. يعني ما تشتغلش بالالوان المركزات دي نهائي، تشتغل بالالوان الاكسيدات او تشتغل بالالوان البيدمنت. لو غالي عليك الوان البيدمنت تشتغل بالالوان دي، والالوان دي رخيصه جدا، فبديله للالوان دي. الالوان دي مشكله ووحشه جدا، دي تشتغل بيها في الجبس، دي تشتغل بيها في اي حاجه تاني مائيه، بس هي اساسها الشركه مطلعاها لشغل المعجون. كل شركه بتطلع لون لشغلها. شركه البوليستر مطلع الوان البيدمنت، شركه البتاع مطلع الوان شغلها. فانت ما تعكش، عايز تشتغل بحاجه رخيصه اشتغل بالوان الاكسيدات، اشتغل بالوان الاكسيدات 100% تشتغل معاك وجميله جدا. اهي يا جماعه، لو عجبك الفيديو متنساش اللايك والاشتراك في القناه وشجعنا عشان نستمر.